السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم الشباب؟ طيبين؟ فيديو جديد وردة فعل جديدة على الكينجز ليج. فاز 4 ولا قدرت اني اصور المباراة حقته الصراحة، بس لحقنا على مباراة شونغ باذن الله يفوز ويكمل الليلة. فاز 4 وشونغ فاز، يعني فرحة اليوم ان شاء الله. لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا بردة الفعل. الترا شميشة ضد سي اكس بي. بسم الله، باذن الله يسويها، باذن الله يسويها شونغ اليوم. في 4 سووها على ام فله، سويها شونغ اليوم بعد ونفرح ان شاء الله. هذا يا اخوان جو عليل المغربي، قسم بالله جو عليل، ما هو بحول البث ولا بحول اي شيء، منبسط. اذا هذا فاز اللي فوق يتعادل مع شونغ بالنقاط، لكن باذن الله لا، باذن الله يسويها شونغ يفوزون باذن الله. ابو عابد مع شونغ يعني بيجي ضحك مو طبيعي. اوبا اوبا اوبا، دخولة اللاعبين، الله الله على التنظيم، الله على المتعة، الله على الحماس. بس يا احمد بس مسوي انك معلق خلاص. ونعم ونعم ينعم ابو قعط. با يفوز شونغ يا شباب ويتقابلون دربحه وشونغ، تيجي حماس، مباراة حراق. بسم الله على بركة الله، بسم الله. نزلت الكرة معانا، وصول الكرة بأول هجمة لألترا شميشة اللي بتواجد معانا من ألترا شميشة المهاجم جادي تحديدا، وليد جادي. بالنسبة لي فريق شونغ بونغ برقم 80، تعرفين النظام 1 ضد 1 أو 2 ضد 2 بعدين كل. والحارس بزريرو، اوبا بزريرو والرايح، بزريرو والرايح. في ركلة ركنية سريعة تلعب بالشكل المناسب، حاول فيها مكتاتي فيها بهدف بهذا الشكل يا جاد يا وليد. هذا طبعا لعيب، هذا رقم 10 اللي مع الفريق المغربي، والله لعيب. بالنسبه لفريق شونغ الكربين او عذرا اللي متواجد معانا اللي هو الكربيني، صحيح الكرنيب تحديدا هو المتواجد معانا. لا سهلة سهلة هذه، اعطته اياها سهلة. تسديده من مسافه بعيده سهله جدا. وعطاه كل واحد يعطي الثاني هدايا. تلعب بشكل سريع، هل فيها فوق تسديده، هل فيها تمريره يا فوق. والله شالها الحارس، شالها الحارس، شالها الحارس. الكرة كانت قاسية بهذا الشكل، كانت قاسية. هذا جو عليل الزبده يا عيال، جو عليل. مره نجيب ناس تطبل، مره اغاني، جو عليل، مو بحول البث ولا على المباراه. التدخلات الكثيرة اللي صارت معانا، فاللي صار كثير جدا. تبديل سريع، دخول لاعب 3 ضد 3 الان. فارس رقم 7، فارس بالاسبوع الماضي كذلك لاعب اساسي بالجناح الايمن، وهذا مكانه، وكان التيكي تاكا مع فؤاد اعطانا لمسات خرافيه. يا الهدف نايس، والله هدف اسطوري والله. حلو 1-0 للان يا عمري شنق. 1-0 للان، كويس. رئيس كوريا الشماليه موجود يا عيال. اما هدف تعادل ما شفنا يا مغرد، ما شفنا هدف. والله تعادل، جابوا التعادل، حتى ما شفنا الهدف. هذا الهدف، هذا الهدف. مباراة حامية يا اخوان، 1-1 من البداية. بدي ارفع الكام شوي عشان نشوف ردة فعل شونغ وبعابد صراحة. ايوه هدف ضيعها. برفع الكام شوي يا شباب، ايوه ارفع لهم كذا عشان نشوف ردة فعل ابو عابد وشونغ. حرام كيف ضاعت ذي. مو بسهل الفريق المغربي، مو سهل، لعيبه يعرفون يلعبون صراحه، لكن شونغ ان شاء الله انه يقدر باذن الله. هذا لعيب ما شاء الله، رقم 10 لعيب. حلو الضغط هذا. اوبا كيف تضيع ذي، كيف ضاعت. حلو والله حلو، بس كيف ضاعت. ويا هي هجمه، شوف التمريره، شوف الفرصه، شوف التسديده التي استخدمت في الدفاع، ولكن حكم اللقاء فريق شونغ قاعد يضيع واجد لحد الان، قاعد يضيع اشياء واجد. ان شاء الله انه ما يندم عليها. شوف جو عليل، الحمد لله. رهيب. يلا على الجمهور. اللي ممكن تكون فيها العوده بشكل افضل. ابو عابد وخلودي موجودين بعد. حلو
شيء يكمل مع الصابره فيها رايه وتسلل يسرى فارس اكتملوا الفريقين 7 ضد 7 الان. كل مره من لوبون اسبينوزا حلوه هذه حلوه فيها جميله لجيليس حاول يمرر مره اخرى تمريرات سريعه ترجع لليبون الى فود يبحث عن حلول الفود يا الله يا الله يا الله والله الحارس ما هو بحولها لكنها برا والله جات والله ضيعوا كثير. شوفوا والله الحارس ما هو بحولها لكنها بعيده. فريق شونغ مقفل صح والله مقفل صح فريق شونغ. يا حكم ايش هذا البيض يا حكم؟ ردة فعله بطيئة الحكم يا عيال. اوه ضغط ضغط ضغط. خطيرة 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 هذه خطيرة. تأخر فارس. يعود بالكرة لكن تغطية ممتازة عن طريق اللاعب وليد في لا زالت المهمة الصعبة لحد هذه اللحظة. تعود من الجهة اليسرى ذهبت الكرة. شال الحارس فوق مرة بعيدة يا الحارس. ايش هذا؟ مستمرة في إيجاد الفرص ولكن هل يستطيع عبد الرحيم ورفاقه أن يعودوا إلى أجواء هذه المباراة؟ كرة لا تصل إلى الأمام تمريرة على الجهة اليسرى سبينوزا الكرة على اليمين تمريرة بتصل على الجهة اليمنى. اوه يضغط اوبا على الحذر وعلى الهدوء وعلى الثقة العالية. يضغط بتنظيم. حارس المرمى ولكن خطأ واحد يخرجك من أجواء اللقاء. فريق المغربي والله منظمين ويضغطون مع بعض كلهم منظم. عن طريق المدافعين والكرة تذهب في النهاية دربحة فاز 8-1. فريق دربحة ما يحترم أحد قسم بالله. يعطي نتائج كبيرة يا أخي. ما الباقي يفوزون 5-4 3-2. فريق دربحة يعطي بالجملة ما شاء الله. هذه خطيرة الله شالها. وجودهم بخط واحد وقفه واحده لكن هذه الوقفه الواحده امام فريق شونغ فيها لمسه يد حكم المباراه ما فيها شيء. كمل كات مع الجسم دائما مع الجسم كمل هذه ما فيها غلط كذلك يقول الحكم القتال من وحش المدافع. لا في مسكات لعبه سريعه شوك غلط فيها وجاد يا جاد 34 اللي قادر ازداد اللي حاول فيها محمد. حذرين من بعض ومتخوفين من بعض فريقين كلهم كويسين الصراحة. أداء كبيرة في هذه الليلة ويحاول من خلالها أن يقدم كل شيء في هذه المباراة وأيضا تعاقد الفريق مع هذا اللاعب الذي يبحث عن كيف وصلت لك تقديمه ولكن ما يبحث عن تقديمه هو جواو ويسعى من خلالها أن يقدم كل شيء ويسعى أيضا لأن يكون قادرا على الوصول إلى الجهة الأمامية. لا سلح بها الحارس سلح بها بس شالها كويس شالها والله حارس المرمى جاب العيد بس صلح الغلط. أرادوا أن يتعاقدوا معه من أجل صنع الفارق وهنا الآن أتى باللحظات الحاسمة ليكون حلوة هذه 3-2. اوبا بيده ولا مو بيده؟ ما ادري بيده ولا لا. شاف البث يقول لا بيده؟ لا ما اتوقع بيده. هنالك من لمسة يد اعتراض اللاعبين ولكن هنا الان الراقي ازداد بالانتظار ترشميشو المغربي خطير هذه شالها على التغطية الرائعة للقطة الماضية. الراقي يحاول اللعب على الجهة اليسرى استلام ممتاز الكرة لا تخرج الكرة لا تتوقف المباراة على نار حامية. والله مباراة حريقة والله مباراة قوية الصراحة. التفكير بهذه النتيجة ليس شيئا. مين اللي بيجيب الثاني؟ يبحث عن التفكير بكل شيء في هذه الدقائق. ازداد يريد ان يزداد. لا ما تفاهموا. شونغ اليوم بداية المباراة لحد الآن ما جلس ما شاء الله عليه. عمس مقفل صح الفريق المغربي مقفل صح. هي اللعبة السريعة الآن هي فيها راحت لبون يحاول يدور فيها وترجع الكرة مرة حلوة مقفلين صح والله. كرة ما تمر ما تمشي. اوبا ايش صار؟ ابو كيان موجود. من درجات ابو كيان. هذا لعيب ما شاء الله وليد شالوه. اوبا والقتال اللي قاعد يصير بهذا اوبا ايش قاعد يصير ركله حره يب فاول واضح الدفع الصراحه. عندما يعود الى حله الافضل فهو يسعى من اجل ذلك. اوبا تسلل واضح تسلل. الكره ذهبت
بهذه الطريقه ومرت بسلام. يا بتسلم وقت مر بسرعه والله. 6 دقائق نطلع الدقائق قاعد يقول لك خلاص حتى ما شفنا لحد الان الفريق الاخطر فريق شونغ صراحه، وهذا طربان وشونغ على اعصابه لحد الان صراحه. فريق شونغ هو اللي اخطر، هجمات كثيره ضيعوا كثير، ولكن فريق المغرب قاعد يدافع كويس. بعد اللي يسجل هدف الحين يحسب هدفين. هذه الحاله خليني في دوام التفكير. فارس يمر حلوه ذي. اوبا حلو. يا جواب صراحه انا ما والله الرابطه طرب، الجمهور طرب والله. بكامل احداثها. انظر لهذا الصوت، استمع ايضا اوبا وانظر الى هذا الملعب. لا كره من الجهه اليمنى برا المرمى وايضا الكره ذهبت. خطير هذا رقم 10 لعيب ما شاء الله عليه، خطير. مرة أخرى فارس هو مفتاح الأساس وهو طريق الوصول إلى المرمى، وهو دائما ما يكون واقفا في المكان المناسب. ما فيها شيء خطيرة هذه، خطيرة ما فيها شيء. بعد هذه يا وليد قم. مرتدة ذي؟ لا مو مرتدة. يحاول من خلالها إلى فارس على الجهة اليمنى، البحث من خلالها عن العرضية عن المرور، لكن يحصل في النهاية على رمية تماس. انتهى الشوط الأول، ما حد استفاد من الدبل بوينت. فريقين حذرين اثنينهم. ابو سويحل فريق شونغ اكس بونغ. طيب توقعاتك كم راح يكون النرد؟ 2 ان شاء الله. 2 كم؟ 2 يبدا الشوط الثاني بلاعبين. متواجدين يعني من راح يبداها معانا في بدايه هذه المباراه. هل فيها قوه جسديه؟ نعم. شوف الدفع الان، الدفع الثاني من راح يستلمها في البدايه. يا الله يا الله يا الله في مسكات، لكن القتال لا حكم طاح على ظهره. وش راح يقول على هذه اللقطه؟ خلونا نسمع. اعطاه سبلكس. ايضا التدخل كان موجودا. مو بسبلكس، اعطاه. من جانب اوبا بكامل احداثها وبكامل تفاصيلها، والمهمه ستكون موجوده بكامل احداثها. حلوه عارضه في العارضه. يا عمري شالها الحارس. يتصدى لها واسبينوزا، تعود الكره لا زالت مستمره لصالح فارس واسبينوزا. خطيره هذه الكره، انتظار اسبينوزا. شالها الحارس بعد. من سيسدد؟ الى ماذا والى أين؟ والله صاملين ما يبغون يسجلون. لا مفر من العذاب. الى اين تريد؟ حلوه. يا فارس. اوبا يا عم سجل يا عم انت وياه. وش الاستهبال ذا؟ سد على الحارس 3 مرات مدري كم. سجل والله حرام، والله حرام. كيف تشوتها كذا ذي؟ اوبا شالها. وليد هذا لعيب صراحة، يعني ينفعك الحين ب2 ضد 2 ينفعك. مباراة صعبة، يمكن دقائق قادمة صعبة جدا معانا. جادي هذا اللاعب قلت لكم عنه بداية هذه 3 دقائق اللي بتكون متواجدة بلاعبين راح يكون في ضغط كبير، لكن الآن مين موجود؟ يا الله هذا الدو، والله دو فؤاد وفارس. هذا الدو اللي يقول لك فيه هدف بهذه الركلة الركنية تلعب الى فؤاد من فارس الان يتحرك للجهه الاخرى. هذا اللاعب صعب، هذا الميزان في كفه وهم في كفه ثانيه. هذول اللاعبين سجل. ايوه عندك فرصه انك تسجل، ليش ما تسجل؟ يقول هذا اللعب شنك. نايس. شوف تراجع الحارس السريع جدا كاميلو. اتوقع راح يسجل الفريق المغربي لأن وليد لعيب هذا. يرجع إلى حراسة المرمى الآن. يا أخي هذا حارس وآخر 10 ثواني. استغلال واضح، يلا يا فارس حرك، استغلال واضح. لا ما فيها شيء لا ضيعها. جادي يتصدى لها وانتهاء الوقت ضيعها. نرجع مرة أخرى 7-7. انتهت 2 ضد 2، الحين ينزلون 7 ضد 7. بس حلو، هدف واحد لشون كويس. كان عندهم فرصة انهم يسجلون اكثر والله. المهمة أصبحت صعبة بكامل
الاحداث والدقائق القادمه ستكون مليئه بالاثاره بكل تاكيد. ايش في صدع؟ الفريقين كاملين من الدقيقه الثالثه والله رجع يضحك. كلها فيها تنافس الا درب ابو فله. انا شفت المباراه 1-1 الظاهر، بعدين جيت شغلت لقيت 8-1 الدربحه. سلامات، ايش صار؟ لو ابو فله متعمد يخسر ما حيخسر بالنتيجه ذي. بس فريق دربحه قوي مره يا عيال، واتوقع فريق دربحه هو اللي راح يجيب البطوله، فريقهم قوي مره. ايش في؟ ما في احد عندك، ليش تنزلها كذا؟ يعني فرصه سريعه على الناحيه الهجوميه، لابد من المرتدات ان يتم اعتمادها، ووليد هو افضل لاعب. حلوه ذي، تسلل، واضح انه تسلل. الترشميشه الحل المناسب في هذه المباراه، ولم يتوقف امام المرمى في هذه المباراه، وحاول يا حبيبي قاعد تعطيهم كوره، ايش في؟ ليش تلعب الكوره كذا؟ ليش تعطيهم انهم تعطيهم كوره تقول له يلا هجم علي؟ امسك كوره شوي. الى لوبون تمريره جميله جدا الان. جنون وين رايح يا جنون؟ وين رايح؟ اوبا، هذه هدف. التسديده حاول فيها بهذا الشكل، وجلس تحديدا لسدد هذه التسديده الجميله اللي حاول فيها، لكن ركله ركنيه. هل فيها راسيه؟ ما قد شفناها مره واحده بالكعب، كانت من فريق تربونيا. هل هي الان نشوفها تحديدا من هذا اللاعب طويل القامه لوبون؟ تلعب ليلا مورينو على الطايره، لكن صعبه جدا بهذا الشكل. تلعب سكيل سريع بالراس، ترجع مره اخرى، لعبه خاطئه لكن موجود معانا. فيها ولا ما فيها؟ ايش في؟ على كل هي دربكات، والله في دربكات والله. فيها يدعم الراكب، تعليمات دخلوا العمق. هل فيها تسديد؟ الراكي يحاول يغوصها، لكن وين نص ساعة مرت يا جماعة. 2-1، مباراة كبيرة والله مباراة كبيرة. هذه اللقطة تعود الكرة من الجهة اليسرى عن طريق الراقي، يحاول حلوة ذي. والراقي على الجهة اليسرى يحاول أن يدافع في هذا اللقاء في هذه اللحظات تحديدا، وهو يسعى جاهدا. العب ضيعها. لا فيكتور يعود بالكرة، لوبون على اليسار، تمريرة في الأمام. اوبا، جواوا يعود إلى فؤاد، وهذا في الجهة المقابل. أخوان يعود بالكرة على الجهة اليسرى وتعود، ولا زال الضغط كبير. شوف حارس المرمى حلو، العب كورة كذا يا أخي، ما تعطيهم كورة. المهمة القادمة ستكون أصعب، والدقائق القادمة ستكون مثيرة. حكم اللقاء الثاني، ولكن الدقائق القادمة هي أهم شيء، والفرص القادمة هي أهم شيء في هذا اللقاء. تعود الكرة، مهمة صعبة، ولا زال الترشميشة، لكن تغطية ممتازة في هذه اللقطة. تعود الكرة لصالح الترشميشة، وعن طريق رمية التماس. المهمة صعبة، بيشوت صح؟ بيشوت لعيب. تعود في النهاية إلى أحضان حارس المرمى مؤيد. دقائق قادمة من نار. هل يستطيع والله خطير وليد إذا جت الكورة. اسمه وليد، عرفت اسمه. بيلنتي ما فيها شيء صراحة. وكان يقول بيلنتي بالنسبة لإلياس في هذه الدقائق، ولكن هل يعود حكم اللقاء للفار أم ينتظر من خلالها السكرت كارد في حال خروج الكرة؟ دقائق قادمة سنشاهد منها السكرت كارد، ومن الممكن أن نشاهد ردة فعل هذا الفريق. حلوة. الله يا جلس، يا ساتر يا ساتر، من جد يا ساتر. بوم ايش الهدف ذا الخرافي؟ والله هدف مجنون. شوف ما شاء الله شنق يقول عنده باور جت. هدف خرافي والله، صاروخ. استخدم الكارد، يجبر الفريق قسم على اخراج لاعب ميداني واحد من المباراة 4 دقائق باستثناء حارس المرمى، يعني بيلعبون ناقصين فريق شنك. واضح بهذا الشكل يكون خروج رقم 16 تحديدا من هذه المباراة، اللي هو كوردونا تحديدا. اذا تو دخل شكله صح؟ لكن خروج هذا اللاعب ليس فرض هذا اللاعب راح يخرج، يعني ما راح تدخل بديل محله، هو خروج لاعب نقص عددي. 6 لاعبين راح يلعبون في هذه الجولة. نعم، نقص عددي 6 ضد 7 راح يلعبون. اللاعب اللي يجي دائما كبديل يصنع الاضافه. الان لاعب من اهم لاعبينا يخرج من ارضيه الميدان، وكان موجودا في الليالي الماضيه بالنسبه لليوم الاول وبالنسبه لليوم الثاني، ولكن كل شيء يتغير، كل شيء يبقى ثابتا. هذا ما ننتظره. الترشميشه هل من صراحه كرت قوي والله، هم يلعبون ناقصين. هذه اللحظه والدقائق القادمه
الكرة ستشهد على الكثير والكثير. كرة الآن تصل إلى الراقي على الجهة اليسرى. هنا الآن يحاول الترشميش أن يعود. المهمة ستكون أصعب في حال أن عاد بها. حلوة الفكرة حلوة. إذا كنت تريده مدافعا ستجده، إذا كنت تريده مهاجما ستجده، إذا كنت تريده يدافع عن فريقه ستجده. هو لاعب يتواجد في كل مركز ويصنع الفرق في كل فرصة. كرة الآن من الجهة اليسرى عن طريق ضربة الركنية. الترشويشة، هل يجدها إلياس؟ هل يعود إلياس؟ هل ينتظر إلياس؟ هنا وليد، هنا المرور. لعيب بس على الضغط على المرور جلس من الجهة اوبا بيشوت. أجمل الأهداف يريد أن يكررها ولكن الكرة ذهبت في النهاية. يعني واحدة جات تتوقع الثانية ما حتيجي يعني على طول. بس صراحة هدف والله هدف خرافي. صحيح هذا ان احنا نشوفه معانا بهذه الاجواء بهذه المباراه. الراجل يلعب بشكل جميل الى الجهه اليمنى. دوران الكره ترجع مره اخرى، خروجها لرميه التماس لفريق الترشميشه في سيكرت كارد مستخدمه يمكن تكون متواجده الان بعد ما شفنا في ناني اللي كان متواجد. سيكرت كارد وقف الحكم. سيكرت كارد هي السيكرت كارد راح تكون بهذا الشكل. يقول لك العب رميه التماس، هي جاءت خارج الملعب ثم طلب السيكرت كارد فلا بد ان تخرج مره اخرى. خرجت الكره الان، السيكرت كارد موجود. وش هو يا ترى؟ وش السيكرت كارد؟ خلينا نشوف السيكرت كارد. بهذه الدقائق متاخره بشكل كثير جدا. هي جوكر ممكن تكون بلنتي يكون استخدامه بهذا التوقيت بهذا التايمينج. شوت اوت، هدف رابع ممكن يكون. فارس هل راح يشوت فارس؟ هل فارس؟ هل هو فؤاد؟ هذه بطاقة أول مرة ما قد شفتها من بدري يحصل فريق. لاعبين كثير جدا ممكن يكونون هم المتواجدين معنا. اوه حلو حلو 1v1 ضد الحارس. راح يكون حلو. فؤاد هو من راح يكون راح يسدد امام الحارس الصعب. مزريرا اكثر لاعبين عنده 5 ثواني عشان يسجل. هو فؤاد هذا اللاعب المحترف اللي قادم الى هذا الليج مينا كينجز ليج بنكونه هو اللي راح يفوز. لكن رضوان عنده 5 ثواني يسجل وسجلها. نايس 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 نايس. حلو حلو حلو. الشوط بهذه الطريقة سهلة جدا. فؤاد سجلها، لعبها، جابها بالزاوية اليسرى. حلوة. حارس المرمى صعبة لا سهلة. هذه الفكرة، هذه كيف قاعد يلعبها. لكن بالنهاية هو فؤاد من أتى بهذا الهدف امام مزريرا. لكن الان يا علي خلاص كلها دقيقتين وثلث ويرجع معانا لاعب شونج. لكن الدقيقتين راح يرجع فيها بيلعب فقط 3 دقائق الى 4 دقائق ثم راح نخرج الى 36. شوف الاهداف، خالد عباس هو افضل الهدافين 6 اهداف. لكن بعدها جيفرسون دا سيلفا الولد الصغير يسكت. يا غلط غلط. النتائج الكبيره اللي كان يقدمها معنا صراحه على مستوى الاهداف دربها يسلطن ويتسيطر عليها ايضا. ولكن عندما نتكلم عن فريق شونغ الى حد هذه اللحظه الصراحه تستغرب عدم وجود هداف من جانب فريق شونغ على مستوى اللاعبين والمهاجمين، على مستوى فارس، وعلى مستوى العديد من اللاعبين ايضا، على مستوى الامكانيات الكبيره التي يملكونها جيلس اسبينوزا غيرهم الكثير من اللاعبين. ازداد الان من الجهه اليمنى يحاول من خلالها الان بتمريره حلوة. على الجهه اليسار عرضيه اوه تسديده مرت بهذا الشكل عن طريق اجبيره باللقطه الماضيه عبد الجلال. حلو الفكرة حلوة. ضاغطين فريق المغربي ضاغطين عشان شونغ مطرود منه لاعب او بالسكرت كارد مطلعين منهم لاعب بس باقي له الظهر دقيقة ويدخل. هنا الان 4 مقابل هدف وحيد في ليله مهمه استلمها. في ليله اهم لإلياس للعوده الى المسار الصحيح، للعوده الى المكان المناسب، للعوده الى الطريق الذي يبحث عنه. هنا ما يبحث عنه إلياس. هنا الان الكره من الجهه اوبا جلس في المكان المناسب. مدافع مهاجم يقتطع الكره في كل لحظه وهو واقف في المكان المناسب ودائما قادر على ابعاد الخطوره وعلى ابعاد اللقطه. الى الان راضي بنفس الاداء يا ابو شايع. وتقول يا ابو الشايع هذه اللقطات هي لقطاتك وهذه الليله هي ليلتك لحد هذه اللحظه الا اذا كان لإلياس رده فعل موجوده. تعود الكره في الجهه اليسار عن طريق الراقي
الى الان بصراحه لا اشاهد يعني ما اشوف بصراحه خطوره كبيره من جانب الترشبيل. حلوة. لكن ممكن يردون عليها. شوف الرد هو راح يكون ممكن منهم اوبا. لكن الان ممكن اوه حلو حلو، مرور حلو والله. بين ليبون ومورينو هم اللاعبين المدافعين. مورينو بجهه اليمين واليسار على الطول. ليبون مدافعين قلوب لا خوف عليهم صراحه. حماة العرين، حماة هذه القلعة، قلعة اللي متواجدين فيها بالنسبة للإس إكس بي، لكن بالنهاية الترشبيش الآن تلعب بشكل سريع، ممكن فيها أمل، رمية تماس فيها. لا أبا ايش فيه؟ لا الأخطاء، لا الأخطاء، الهدف الخامس. الخامس. أمام شونغا، جلس لا يرضى بالأخطاء، الوقوف الوحيد لا تخطئ أمامي، الخطأ عبارة عن هدف، أنت خطيت والخطأ رد بهدف. هذه اللعبات وهذا الشكل. ايش بطاح ايش بطاح؟ خماسية أمام واحد، أن تسقط يعني أن تخسر في هذه المباراة. 5-1 والدقائق 3 دقائق متبقية معانا. وش راح يصير؟ هي لاعبين وش قاعد يصير؟ هل الترشبيل شيء يقدر يرجع ويعود معانا في هذه المباراة؟ العودة لابد منها. يا جبيرة يلعبها بشكل جميل الجهة اليمنى، حاول يدور فيها، ممكن يبحث عن الحل. شوف البلوك الموجود، جميلة الفكرة، اللعبة حلوة. لكن ما في استكمال فيها. يا ساتر، اللقطة هذه تذكرت المباراة اللي بعدها ما دام فيها الطعمية ذا مو مهم اجل لا يتابعها. خلالها الدوري هنا وليد سقط. لا تصير قليل حياة عشان الناس ما تكرهك. لكن خلونا نشوف في الدقائق القادمة يا ابو شايع ما الذي سيحدث في هذه. تخلي لنا الماتش ساعة التاسونجو. واو. ننتظر الدقائق القادمة وكيف ستكون فيها الحضور من جانب الياس. دقائق قادمة سيكون فيها الكثير، 4 أهداف بالنسبة للفرق، ولكن لا فرق هنا في الكينجز ليج. الكل قادم ليقدم الإضافة، والكل قادم ليثبت الصورة وليظهر بأفضل الصورة وليحارب أيضا من أجل حلمه ومن أجل نصرة. فريق شونغ لحد الآن مقفل صح، حتى هو ناقص مقفل صح. تقدم الكثير إلى الآن، لا زال الترشبيشة في البطولة ولا زال قادرة على تعويض هذه الليلة، ولكن هذا المدرب الذي يركز على التفاصيل الصغيرة. وبالمناسبة هذا المدرب هو اللي طرد هنودي ما خلاه يشارك مع الشوك. تعود الكرة في الجهة اليسرى، يحاول إلى الأمام. يلا ما عليه. مرة أخرى الراقي يحاول في الجهة اليسار، لعبت الكرة ولكن عادت مرة أخرى على الجهة اليسرى. المباراة بدأت تصعب، ما بقى إلا دقيقة واحدة على الدقيقة 36 اللي بعدها يأتي ب5 لاعبين وتدريجيا سيتغير كل شيء. وأيضا حارس المرمى يلتقط هذه الكرة بالنسبة لمؤيد في اللقطة الماضية الذي أبعد هذه الكرة. تعود الكرة مرة أخرى لصالح الترشبيش، لكن حكم اللقاء يعلن الخطأ المتواجد لصالح شونغ إكس بونغ في هذه اللقطة. دقائق قادمة من نار هل نشاهد منها. ايش فيه؟ ركلة الجزاء ستأتي بلنتي لصالح فريق شونغ. هل سجلها ياسر القحطاني؟ ابو قحط ياسر القحطاني من جانب الفريق، وهذا ما نريد مشاهدته في الدقائق القادمة. ياسر القحطاني موجود، هو اللي بيشوت البلنتي. هذه بطاقة يستخدمها ننتظر هذه الكرة تلعب وبعدها يصير رئيس النادي او النائب يشوت البلنتي. واحدة والبادئ اظلم، بس وانت موجود. شوت اوت راح تكون يا الياس، شوت اوت راح تكون يا الياس. اللقطة القادمة ستأتي من جانب شونغ في هذه الأثناء. سينزل شونغ إلى أرضية او شونغ اللي بيشوت. اوكي شاهد هذه اللحظة، شونغ سينزل وياسر سينزل. الدقائق القادمة هي ما سيحسم فيها كل شيء. هل نشاهد إكسو مرة أخرى؟ بدأوا هذه البطولة بمفاجأة، ولكن المنافسات هنا أكبر. استمعوا إلى هذه الأخبار السارة. مين راح يشوت؟ ممكن أن يكون الآن أن تضيع ويعود الترشبيشة مرة أخرى إلى أجواء اللقاء. هنا الآن من يخبرنا بالكثير. ياسر يوجه، القحطاني يوجه شونغ إكس بونغ لهذه اللحظة. شونغ راح يشوت كويس. يحاول من خلالها الآن ولا بد أن يسجلها الآن. هذه لحظته، هذا مكانه، هذا زمانه. الآن شونغ إكس بونغ على تنفيذ هذه اللحظة. يا هيكي شونغ بونغ اللي
يكون متواجد معانا في هذه اللحظة بالتسديدة اللي ممكن تكون السادسة في هذه المباراة. شونغ أضاء واحدة لكن هذه المرة فيها حرة. الشوت ما هو بحق انك تشوت والله، او تخلي ياسر القناص. بشكل أكبر في هذه يلا ما عليه. الجمهور حاضر، الجمهور يترقب، الجمهور ينتظر التسديدة. أحمد ينادي أبو شايع، الجمهور يستنى هذه التسديدة اللي ممكن تكون في الشباك. مزريرا أم أحمد، مزريرا أم شونغ، مزريرا شونغ والله سجلها. شاتها بالنص عادت ما صدها الزين. يلا كويس. تأتي بالهدف. هذا هو أحمد القحطاني على خطاط ياسر القحطاني. في النهاية هدف سادس يعطيهم الأفضلية. وهذه الفرحة فرحة فوز، هي فرحة بلنتي، هي فرحة جمهور حاضر بهذا الهدف اللي أتى معنا. الحارس صدها بس صد كيف فلا تتمنى. كلاسيكي دائما هالدور راح تدخل وراح يجي هذا الهدف. في النهايه جابها واحمد القحطاني هدف اول في كينجز ليج مين. يا ساتر، صراحة اللي يشوفها يقول ما هي جاي هدف، لكن شوق في اللقطة الماضية التسديدة مرت كما يريد وكما ينتظر هذه اللقطة. ولكن الفريق المغربي فعل نفس البطاقة حقت شونغ، بس عشان الرئيس مو موجود راح تصير شوت اوت نفس اللي قبل شيء 1v1 مع الحارس لمدة 5 ثواني. لازم يسجلها قبل 5 ثواني. هذه اللقطة لديه 5 ثواني. نبيل ضاعت ضاعت. لفريق شونغ اكسبونج. دقائق أخيرة من نار أنهاها هذا اللاعب وأنهاها هذا الرئيس في لحظة فاضية، ولكن مرت يا راح يضغط اكيد الفريق، راح يضغط الفريق خلاص ما عاد باقي وقت. 6 كثير. اوبا راح يجيب السابع. تعود الكرة على اليسار هنا الآن الإبعاد ومن ثم إلى حارس المرمى مزريرا الذي قدم أداء استثنائي في الأسبوع الماضي، ولكن هذا الاستثنائي في هذه اللقطة. تعود الكرة لوبون مرة أخرى على اليسار، الضغط العالي سبينوزا يحاول فؤاد ولكن الكرة ذهبت. الآن 8 ثواني على نهاية هذا اللقاء كاملا. 36 دقيقة سيعلن من خلالها 5 لاعبين أمام 5 لاعبين. حكم اللقاء ينهي هذه الدقائق ومن ثم انتهى الشوط. اللاعبين الذين سيلعبون في الدقائق القادمة. راح يلعبون الحين 5 ضد 5. المباراة في 5 دقائق قادمة ستكون مليئة بالإثارة، فدعونا نرى من سيختار المدربين للدقائق القادمة. يبدون 5-5 وكل دقيقة ينقص لاعب. 4-4 3-3. شونغ إذا سجل هدف ينهي الجيم بهذه اللحظات خلاص. بمعنى هدف واحد لشونغ الفوز السادس والفوز. اما القشميشة يحتاج فيها 6 اهداف عشان يوصل الهدف السابع ويفوز هذه الجولة. ففيه تقول لي ما في امل؟ في امل صراحه. جميل الكره موجوده، صابت حكم موجوده، لسه اللعب قاعد يقول لك كمل فيها امل. لكن بالنهايه كاداء شونغ تفوق صراحه. كاداء اسفين المغرب، لكن شونغ تفوق بكل النواحي من لاعبين من طاقات. صحيح. فن مين فن هذا؟ شونغ فريق افضل صراحة. من الكل قاعد يدافع كل ما يلعب ضد شونغ. فريق المغرب يضيعوا كثير بعد. مع الدفاع وهذا الشيء ضيعوا. قاعد يعطي فرصه لفريق شونغ انه يلعب براحته اكثر بدون اي ضغوطات. استخدامه للبطاقه دائما يكون بالسيكرت كارد بالوقت السليم. لكن جمهورنا العزيز 5 ضد 5 وكل دقيقة ينقص لاعب. دقائق قادمة من نار في هذه الأثناء بين الفريقين بالنسبة لشونغ وبالنسبة أيضا من جهة المقابلة لإنتر شميشة. شونغ إذا سجل هدفا ينهي كل شيء. إنتر شميشة لابد أن يسجل. حلوة بس باص بطيء. إلى مجريات اللقاء دعونا نشاهد ازداد. هل يأتي بهدف من أجل العودة والازدياد؟ المحاولة عن طريق والله فنان فارس مدري فراس والله لعيب. فارس بالمرور على الجهة اليسرى. اوه ما يفعله كثير، ما يفعله مثير. هذا اللاعب يصنع كل شيء
وايضا ان يجد الفرصه. فارس الان يعود بالكره مره اخرى على مستوى الجهه اليسار. المهمه في الدقائق القادمه ستكون اصعب، ولكن الان اذا سجل هدفا ينتهي كل شيء، واذا عاد في اللقاء الياس اي اثاره ستكون. 10 ثواني ويخرج لاعب من كلا الفريقين. تلعب الكره الى الامام. يا ساتر حتى وهي طالعه برا. حلو وهي طالعه برا يجيبها. ما شاء الله ما شاء الله يا لوبون. هذا اللاعب يقدم اداء كبيرا. الان يقل عدد اللاعبين بجانب كلا الفريقين في هذه الاثناء. لاعب يخرج من كلا الفريقين. الترشميشة لاعب يخرج، وايضا من الجهة المقابلة من جانب شوك لاعب يخرج. 4 مقابل 4 في هذه الاثناء. دقائق قادمة ستكون مثيرة. دعونا نشاهد كل شيء في الدقائق القادمة والمهمة التي ستكون صعبة. 4 مقابل 4 الآن. الراقي سيخرج أم من سيخرج من جانب الترشميشة في هذه الأطراف. دقائق صعبة مثيرة فيها الكثير من التحدي. دعونا نشاهد الآن استكمال هذه المباراة بهذه النتيجة. لا زالت المهمة صعبة من جانب كلا الفريقين. شوك الذي يبحث عن هدف وحيد، والترشميش الذي طلع واحد والحين صاروا 4 ضد 4. المهمة صعبة على كلا الفريقين، ولكن ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنني إذا عدت الآن فإنني سأعود من الحفرة التي سقطت بها. وماذا يعني الآن لشوك؟ إن وصلت إلى هذا المكان وسجلت الهدف القاضي على كل شيء فإنني سأكون متصدرا بالنقاط الكاملة. هو يسعى من أجل ذلك ويفكر من أجل ذلك ويحارب من أجل ذلك. والآن أزداد يحاول من الجهة حلوة. يحاول بالحلول الفردية. أزداد تمريرا لا زالت على الجهة اليمين. محاولة هل من راية موجودة في اللقطة الماضية. فيها تسلل ولا حلوة اللعبة حلوة. يصل فيها إلى الأمام، ولكن هل يأتي هدف قاتل ينهي كل شيء الآن؟ ما بتقول من المتعة ما ودي المباراة تنتهي صراحة. متعة صراحة وحتى كذلك الترشميش راح يكون في لعب مختلف تماما. لكن ما شاء الله. بشكل سريع تروح الكره الان، يحاولوا الدوران فيها، بيحاولوا المرور بشكل سريع جدا. لكن هي يعني الحلول اللي موجوده لسه حكم مباراه يستقبل فيها الين ما تخرج الكره. كاردونا يحاول، جات الكره كاردونا المرور سهل. كاردونا انت تعطينا بهذا الشكل المرور سهل. كعب سريع، لعبه ولا اروع. تغيير بكل الحلول كثيره بالاسماء الموجوده صراحه. فؤاد عندنا كذلك جيليس بهذا الشكل. لكن ترجع لحارس المرمى. يلعب بشكل سريع حذاري. فؤاد يحاول يمر. فؤاد يراوغ الدوران جميل ما شاء الله ما شاء الله. لعيب. فؤاد يقول لا فيها اوفسايد ليش توقف؟ عشان كذا فؤاد ما لعب. فيها فكرة توقف اللاعب. الرؤية اللي عنده صراحة فجر عالي جدا. دائما نشوفه الكل شايف الملعب كامل، يدرس كل تمريرة، يدرس كل مهارة، يبني بهذا الشكل. اوه حلوة حلوة. ازداد لعب باص سريع ولا اروع. عرضية كان ممكن يحتاج فيها لاعب فقط يكملها. يحاول لاعب يكملها معاه. ازداد كان هو المستقبل في هذه اللعبة. جادي والله يلعبون. والله الفريق المغربي انهم كويسين والله، مو هم سيئين والله، كويسين. ارضيه. لكن الان خروج لاعب بلاعب. والان التغييرات. هل في تغيير؟ دقيقه 3-3. هذه 3-3. هل الهدف ياتي في هذه اللحظه؟ صعبة والله. نفس الواحد كبير جدا. مقابل واحد الياس يكون شوك يتفوق. هذا على 3 ضد 3. الحين الحارس راح يبدل مع لاعب عشان يقدر يطلع. تصل الكرة من الجهة اليسار عن طريق انجلس. الجهة اليسرى يعود الكرة إلى مؤيد. منع. يا ولد ايش قاعد تسوي هذا؟ تخيل هذا السيناريو عزيزي المشاهد. تخيل ان يعود الياس الى المباراة مرة أخرى. السيناريو الصعب، السيناريو المستحيل. ايش صار؟ في صارت لخبطة. في لخبطة صارت. ايش اللي صار؟ ياتي الان للمساندة. لاعب مهاجم وحارس مرمى ومصاب في الاسبوع الماضي. الان يعود مرة ثانية في دقائق معدودة والان يريد ان يختمها. لا. ذهبت هذه حارس شونغ هذا حارس ومهاجم ما شاء الله عليه. الذي يريد ان يعود الى المرمى مرة اخرى. تعود الكرة على الجهة اليسار ولكن مرة تصعب الكرة عن طريق الترشميشة. المهمة صعبة. الدقائق القادمة مثيرة ولا بد من خروج لاعب من كلا الفريقين الان مرة اخرى. خروج احد اللاعبين من كلا الفريقين مرة اخرى. 2 مقابل 2 ضد 2 الان. في هذا اللقاء ولا زلنا ننتظر الان الدقائق القادمة. كاردونا
كاردونا في هذه الاثناء. دعونا نشاهد واحد امام واحد مع تواجد حارس المرمى، وبكل تاكيد حارس المرمى من المفروض ان لا يخرج، لكن دعونا نشاهد الان اذا كانت الهجمه المقابله في الجهه المقابله من الممكن ان يتغير كل شيء. تعود الكره في الجهة اليسرى، كاردونا يحاول، خطير، كاردونا يحاول بالتمويه. يا حبيبي ايش وقت تمثل؟ العب. ما ادري هو ممثل ولا صار شيء. العب خلاص. اللمسة المهمة، كاردونا تمويه بلقطة بمروره، ولكن بزريرة من المكان المناسب. ياهي لقطات وياهي مباراة يا هيكي. الآن الثواني هذه بعد الخمس ثواني حارس المرمى لا يستطيع أن يخرج. هل في تبديل؟ هل في تبديلات تكون بهذا الشكل 1v1؟ وهذه هي الراكي حاول كاردونا شالها السابع. خلاص انتهى، انتهت انتهت. ما في احتفاليه شونق شيء كذا. شباب وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم. الف مبروك لشونق، ارض الفريق المغربي. راح يصير في حماس اكثر لما شونق ودربها يقابلون بعض، وان شاء الله نستمتع كلنا. اتمنى انكم استمتعتم. لا تقصرون معنا بالدعم، لايك شير اشتراك. نشوفكم بمقاطع ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.